بيبدأ فيلمنا مع كلوي اللي بتكون طالبة في السنة التانية في كلية الطب. بيجي لها إشعار إن هي هتسيب البيت اللي هم قاعدين فيه بسبب ديون عليهم، وبتكلم المسؤول وبتقول له إن هي ما عرفتش تاخد تأمين أبوها لأنه بيكون مات منتحر، والتأمين مش بيغطي الانتحار، وبتقول له لو طردتونا من البيت ده هنقعد أنا وأخويا في الشارع. وبيقفل معاها المكالمة وبتتصل على تي جي أخوها اللي ما بيردش عليها علشان بيكون مع روز صاحبه ساعتها، واللي بيكون هيساعده يعملوا عملية سطو علشان يجيبوا فلوس يدفع بها تي جي رهن البيت. مع روز مسدس لعبه اللي هيعملوا بيه السطو، ويقول لتي جي يدور العربيه ويستناه، وبيلبس قناع وبيدخل المكان، وبيسمع تي جي صوت ضرب نار، وبيلاقي روز بيجري عليه وهو مصاب علشان كان في حارس معاه سلاح وحاول يضرب تي جي هو كمان، لكنه جري بالعربيه وساب روز واقع ومعرفش ياخده. وبيرجع البيت لكلوي اخته وبيخليها تخرج له ازاز العربيه اللي دخل في ظهره، بيقول لها على اللي عمله هو وروز، وقالت له انها قالت له ابعد عنه قبل كده. قال لها انت كنت مصاحباه 3 سنين وعارفه ان هو كويس وعمل كده علشان يساعدني، وقال لها انه مات، وزعلت علشان كلوي، وقال لها تيجي ان هو عمل كده علشان يساعدها ان البيت ما يتاخدش منهم. بعد كده بتروح الشرطه لمكان روز وبيستدعي المأمور الطبيب الشرعي علشان ياخد الجثه، وبتبلغ انهم لقوا العربيه محروقه وقال لهم يدوروا على السواق. وبعد كده بتسأل كلوي تيجي لو حد شافه او قال لحد عن الموضوع ده، فقال لها انهم كانوا لابسين اقنعه وكمان حرق العربيه، فقالت له كويس محدش هيعرفها. بس قال لها ان هو كلم روز على موبايله واتفقوا على السرقه واكيد هيتمسك، فقالت له انهم لازم يتصرفوا ويجيبوا الموبايل ده تاخده بالليل في عربيتها، وبتقول له ان قبل ما روز يدخل المشرحه وصلت جثه تانية لبنت عملت حادثه، كده هيكون الطبيب الشرعي مشغول مع جثتين، وانا هحاول اكسب لك وقت وانت تدخل تجيب الموبايل قبل ما يتسلم الصبح للشرطه. بتروح كلوي تكلم الحارس من الكاميرا وبتقول له انها صاحبه البنت اللي ماتت النهارده وعاوزه تبص عليها النظره الاخيره. تيجي يحاول يدخل لكنه لقى كلب مفترس جوه ولقى كاميرات في كل مكان وما بيعرفوش يدخلوا. بيقول لها تيجي ان عشان تدخل المكان ده لازم يكون معاك جثه، فبيجي لها فكره وبتروح مع تيجي لعياده بيطريه كان بيجيب منها ادويه، وجابت من هناك الدواء اللي محتاجاه ومشيوا. وقفوا في مكان على الطريق وقالت لتيجي ان هي هتحقن نفسها بالدواء ده واللي هيقلل معدل ضربات القلب ونشاط المخ عندها، وبتقول له ان اول ما تحقن نفسها بيه يستنى 30 دقيقه علشان جسمها يبرد وبعدها يكلم الشرطه ويقول لهم ان هو لقى واحده واخده جرعه زياده وشكلها ميت، وبكده هياخدوها على المشرحه على طول. وبتحقن كلوي نفسها وبتبدا تدوخ وبتغيب عن الوعي، وما حستش بنفسها غير وهي بتفوق في قلب المشرحه، وقامت مشيت ولقت نفسها في اوضه مع جثث تانيه، وبتحاول انها تفتح الباب لكن بيكون مقفول، وبتسمع صوت الحارس وهو بيقرب وبيكون هو نفسه الطبيب الشرعي ومسؤول عن كل حاجه في المكان ده. تجري كلوي تغطي نفسها تاني وبيخش الطبيب الشرعي ده يفحص الجثث الجديده وبيسجل اسمائهم، وبتكون كلوي مرعوبه تحت الغطا وحاسه بحركتها وبصلها، لكن فضلت كلوي مثبته عينيها. وبعدين خد جثه وخرج بيها، وقامت كلوي بسرعه لحقت الباب قبل ما يقفل ومشيت لحد ما وصلت لمكان عامل زي اوضه العمليات وفي جثه لسه جديده، ولقت لبس تمريض فلبسته، ومشيت لحد ما لقت الاوضه اللي فيها الادله بس لقت الدكتور جوه. اترعبت لما شافته وطلعت تجري لما حست ان هو خارج، وحس ان هو سمع صوت في اوضه العمليات وراح يشوف ايه اللي بيحصل هناك، لكن كلوي استخبت وما شافهاش. وبعد كده شاف واحد على الباب اسمه مانكس جايله بعربيه، وكانت كلوي مراقباه، وطلع فتح له الباب وقابله وسلمه صندوق وقال له ان هو محتاج كبد كمان، وطلع ان الدكتور ده بيتاجر في اعضاء الجثث اللي بتجوله المشرحه، ولما بيخلص معاه بيمشيه وبيقفل الباب تاني. وبتروح كلوي لمكان زي اوضه العمليات اللي راحتها قبل كده ولقت جثه هناك، ولما كشفتها لقته روز، وفضلت تعيط وكشفت باقي جسمه ولقته متخيط ومتاخد منه كليته. تيجي تمشي لكن بيمسك ايدها فجاه وبيطلع عايش وبيقوم مرعوب وبيبقى فاكر ان هو في مستشفى، وبتبقى مستغربه كلوي من اللي بيحصل وبيسالها روز هي بتعمل ايه هنا، فقالت له ان هي جايه تجيب موبايله من اوضه الادله والا اخوها هيتسجن، وقالت له ان هي هتروح تجيب الموبايل وبعدين هترجع تخرجه، وراحت علشان تسرق المفاتيح من الدكتور اللي كان بيقطع في جثه بالشنيور، وخدت المفاتيح بصعوبه من غير ما ياخد باله، وسمعت الراجل اللي بيشتري منه الاعضاء وهو بيقول له ان مانكس هيروح له كمان ساعه، وطلعت تجري على روز علشان عرفت انه كده هياخد الكبد بتاع روز، وراحت فوقته وخدته معاها بس ما كانش قادر يمشي. وبعدين خد باله الدكتور ان المفاتيح اتشالت من مكانها، وبيلاحظ كمان لبس التمريض اللي خدته كلوي ولقى مكانها فاضي في اوضه الجثث. بعد كده بتروح هي وروز عند الباب وبتحاول تفتح له وبتقول له يهرب وهي هترجع علشان تجيب الموبايل، لكن شافهم الدكتور وقفل عليهم الباب من اوضه الامن وعرف ان هو شايفهم من الكاميرا، وخد انبوبه غاز وقناع. وفضلت كلوي تحاول في الباب لحد ما فتح، بس لقت روز اغمى عليه وحاولت تقومه لكن خلاص كان فات الاوان، ووصل لهم ورش عليهم الغاز المنوم. تفوق بعد كده كلوي وبتلاقي نفسها مربوطه في سرير جنب روز،
وبتلاقي الدكتور جنبها وبيبقى فاكرها حراميه وبيقول عليها ان قيمه اعضائها اكبر من قيمتها هي نفسها. وبتترجى كلوي وبتقول له ان هي طالبه ولسه بتدرس، فسالها على اللي بتدرسه فقالت له ان هي بتدرس الطب الشرعي. وقال لها يبقى انت عارفه كويس ان الاعضاء اللي جواكي قيمتها اكبر من $1,000,000، ولا انت كان لازم تفكري قبل ما تخشي المكان ده، ولا انت قتلت نفسك لما جيتي هنا. وبيفتح بطن روز قدامها وبيطلع الكبد بتاعه وبيحطه في صندوق وبيحط عليه نيتروجين سائل، وبياخد الصندوق ده وبيسيب روز ويمشي. وبتحاول هي تفك نفسها وبتقدر تفك رجليها وبتزق نفسها جنب سرير روز، وبتاخد مشرط علشان تفك ايديها لكنه بيقع منها. بتاخد الشنيور وبتشغله وبتفك ايدها، وبيسمع الدكتور الصوت وبيروح علشان يشوفها لكن مش بيلاقيها، وبيدور عليها في كل الدواليب لكنه مش بيلاقيها برضه. وبتكون كلوي استخبت تحت سرير روز وبتطلع بعد ما يمشي، بتاخد معاها انبوبه النيتروجين دي وبتروح تفتح بيها باب اوضه الادله، وبتوصل للكرتونه اللي فيها متعلقات روز، بس بتسمع صوت الدكتور جاي قبل ما تطلع الموبايل، وبتهدده كلوي بسلاح روز وبتقول له اديها الموبايل. فقال لها ان المفروض تعرفي اننا مش بنسيب الاسلحه اللي هنا من غير ما تتراجع، فالمسدس اللي في ايدك ده يا اما فاضي يا اما مزيف. بيهجم عليها بس بتضربه في عينه بخرزه من المسدس وبتطلع تجري. بيروح هو عند روز وبيفتح الموبايل علشان يعرف هي بتدور عليه ليه. كلوي وصلت لمكان غريب جدا مليان جثث لناس متاخد منها اعضائها، وفتحت ستاره على واحد لقته متخيط في كل مكان في جسمه وطلع عايش، وفجاه بصلها وقال لها ساعديني، فخافت وجريت ووقعت حاجات خلت كل اللي موجودين في المكان يصحوا ويطلبوا منها المساعده. وطلعت كلوي من المكان ده وهي مرعوبه. وبيروح الدكتور لاوضه الامن علشان يعرف مكانها وبيشمم ريحتها للكلب بتاعه. وبتروح كلوي للاوضه بتاعه الدكتور وبتكلم تيجي اخوها وبتعرفه ان هي لسه جوه في المشرحه، وبتحكي له عن اللي بيحصل هناك، وبتقول له يسيب الولايه علشان هي ما قدرتش تجيب الموبايل ومش هتقدر تساعده. وبيقول لها تيجي ان هو مش هيسيبها والخط فصل. ولقت الدكتور جنبها مع الكلب وصفر للكلب علشان يجري وراها، وفضلت تجري واستخبت كلوي لكن الكلب لقاها برضه وضربته بالصندوق اللي فيه الكبد ورمته له في قلب اوضه وقفلت عليه. في الوقت ده كان تيجي كلم المأمور علشان ينقذ اخته، وخده ودخل بيه المشرحه وشافتهم كلوي في الكاميرات وفتحت لهم الباب وجريت عليهم وبتقول له ساعدها وبتحكي له عن اللي الدكتور بيعمله. تلف علشان تكلم اخوها فبيضربها وبيضربه هو كمان، وبيطلع شغال مع الدكتور وبترفع عليه كلوي المسدس وبتطلع تمشي هي واخوها، وبيقول لها ما تجبرنيش اقتلك. قالت له مش هتقدر علشان انت عاوزنا عايشين. تكلم الدكتور في المايك وبيقول له ان المسدس مزيف وبيرفع عليهم مسدسه، فبقول له ان هو عاوزهم عايشين. فبتحدفه كلوي بالمسدس وبيطلعوا يجروا، وبيقفل عليهم الدكتور البوابه قبل ما يهربوا. وبيروح يلاقي الكلب بياكل الكبد اللي كان واخده من روز، وبيصفر المأمور للكلب وبيبعته وراهم يطاردهم. وبيحاول تيجي ينط من على السور لكن الكلب مسكه من رجله، وبيكهرب الدكتور السور وبيقع تيجي والكلب بيمسك في ايده. وبتحاول تبعده عنه كلوي بس ما عرفتش لحد ما بتمسك في السور وبتحط ايديها على الكلب وبتخليه يتكهرب. وبتاخد اخوها وبينزلوا من باب البدروم وبيقفلوا على نفسهم. وبيسأل الدكتور المأمور هيخرجوهم ازاي، فقال له ان هو معاه غاز مسيل للدموع. وبعدين سمع صوت عربيه مانيكس وصلت علشان يستلم الكبد، وبيفتح له الدكتور الباب وبيقول له انه حصل مشكله في الكبد بتاعه هيجيب له واحد تاني بعد ساعة. وبيحس مانيكس بحاجة غريبة وبيبص جوه وشاف عربية الشرطة وفهم ان في حد بيساعده وبيجيب له الجثث، وطلب منه يقابله بس طلع المأمور من وراه وضربه بالنار. اترعبت كلوي وتيجي وبيقول الدكتور المأمور ان هو كده كلفه $100,000. وبتعدي كلوي واخوها من فتحة لجوه المشرحة، وبيسمعوا الدكتور بيكلم المأمور وبيقول له انت ضربت نار على الوسيط بتاعي وبوظت لي البيعة. فقال له احنا هنقول ان اللي ضربه هما الاتنين اللي في البدروم. وبيقول له الدكتور يجيب الغاز علشان ياخدوا الكبد من كلوي او اخوها. وبيروح الدكتور يكلم الراجل اللي بيبيع له علشان يبعت له وسيط تاني غير مانيكس. وبيبص في الكاميرا بيشوف كلوي واخوها وهما بينقذوا مانيكس وبيدخلوه من فتحة التهوية، وبينزلوا الاوضه اللي فيها الجثث. وقال لهم لو خرجتوني من هنا هديكوا الفلوس اللي انتوا عاوزينها. وبيحدف عليهم المأمور الغاز وبيلبس تيجي ومانيكس اقناع التنفس، وبيستخبوا وبتستناه كلوي وبيطلع تيجي يضربه بانبوبه الاكسجين، لكن الدكتور بيجي من وراه وبيسعقه بالكهرباء. وبيلاقي المأمور كلوي وبتكون حاطه انبوبه اكسجين قدامها وخبطتها بشاكوش خلتها تطير في وش المأمور تقتله. بيدور عليها الدكتور لكن ما بيلاقيهاش. بيروح تيجي علشان ياخد الكبد بتاعه وبيجهزه في سرير العمليات، وبيسيبه شويه وبتروح كلوي علشان تفكه، بس فجاه بتلاقي الدكتور وراها وكان عاوز يجرح عينيها زي ما ضربته في عينه، بس لحقت نفسها ورشت النيتروجين السائل في وشه وحاول يضربها لكن ضربته بالانبوبه ووشه اتكسر بسبب انه كان متجمد. بيحاول يقتلها بالمنشار لكن مانيكس لحقها وطعنه بسكينته، وناول السكينه لكلوي وطعنته في دماغه وخلصت عليه. وبتفك اخوها وبيقول لمانيكس ان احنا انقذناك وعاوزين الفلوس، فقال له وانا كمان انقذتكم واحنا كده متعادلين، بس في حاجه لو عملتوها هدفع لكم.
وكان قصده على الكبد اللي محتاجه، وجابته له كلوي من الدكتور، ودفع لهم الفلوس وسابوا الكلب ياكل في اللي باقي من جثة الدكتور. وخرجوا هما التلاتة وعرض عليهم مانكس يوصلهم، ومشوا مع بعض. وكلوي واخوها مش هينسوا الليلة اللي قضوها في المشرحة دي طول حياتهم. وهنا بيكون خلص فيلمنا. يا ريت لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وتبقى تشترك في القناة، وبستنانا في ملخصات جاية. سلام.